اسمعني، لو أنت في ثالثة ثانوي، ولو الامتحان قرب، ولو الضغط زاد عليك، الكلام ده معمول ليك. احنا دلوقتي في شهر 12، الشهر اللي الوقت فيه بيجري أسرع من أي وقت، الشهر اللي بيكشف مين اللي جد ومين اللي لسه بيلد، الشهر اللي بيخوف وبيقلق وبيخليك تحس إنك مش ملحق. بس الحقيقة لسه كل حاجة في أيدك، ولسه قدامك وقت كافي إنك تغير حياتك كلها. مش مهم إن بدأت بدري ولا متأخر، المهم إنك تبدأ نهترها دلوقتي في اللحظة دي. اللي بيكمل في شهر 12 هو اللي بيكسب في شهر 6، واللي بيكسل في شهر 12 هو اللي بيندم يوم النتيجة. وقبل ما تواجه الكتاب، واجه نفسك. اعترف إنك ضيعت وقت، فوق دروس، صرحت كتير، بس الغلط مش إنك غلط، الغلط إنك تكمل بنفس الشكل. أنت مش محتاج تبقى خارق، أنت محتاج تبقى ثابت. ساعة كل يوم هتغير حياتك كلها. الجامعة ومستقبلك والحياة اللي بتحلم بيها بيتبوا دلوقتي. الخوف اللي عندك طبيعي، الخوف من التأخير، من السقوط، من النتيجة، من بكرة. بس الخوف مش جاي يوقعك، الخوف جاي يصحيك. لو أنت قلقان يبقى أنت عايز تنجح، ولو أنت خايف يبقى أنت مهتم. المشكلة مش في الخوف، المشكلة إنك تسيبه يشلك. حول خوفك لطاقة، وقلقك لمذاكرة، وتوتك لخطوات. مفيش حد نجح وهو مرتاح، كل اللي نجحوا كانوا خايفين زيك بالضبط، بس رغم كده كملوا. وعلاش إن تنجح لازم تبدأ من دماغك. قول لنفسك أنا قادر، أنا هنجح، أنا هعود، أنا مش أقل من حد، والسنة دي هتبقى نقطة تحول في حياتي. التفوق مش للطالب اللي بدأ بدري، التفوق للطالب اللي كمل للنهاية. اللي بيفرق بين الناجح والفاشل مش الذكاء، القرار. قرار إنك تكمل، قرار إنك متستسلمش، قرار إنك تسند نفسك حتى لو كل اللي حواليك مش سندك. تعال أقولك تمشي أسئي الفترة الجاي. أنت مش محتاج تذاكر 12 ساعة، أنت محتاج تنظم وقتك. ذاكر ساعتين، راجع نص ساعة، حل 30 سؤال، خد برك 10 دقائق، وكرر. والأهم، سيب تليفونك برا الأوضة، سيب السوشيال ميديا برا يومك، سيب الناس اللي بتهدك برا دماغك. ركز على نفسك وعلى درجتك وعلى حلمك. كتب الوزارة وحل امتحانات السنين اللي فاتت، والمراجعات الخفيفة هي اللي هتشلك لحد الامتحان. اعمل خطة وامشي عليها، حتى لو يوم واحد بس، هتحس إنك رجعت تسيطر. ما تفكرش إنك لوحدك، كل طالب حاسس بنفس خوفك وبنفس ضغطك، بس فيه واحد هيستسلم، وفيه واحد هيقوم دلوقتي ويبدأ. أنت مش قليل، أنت مش ضعيف، أنت مش فك.